العسلية صحية ولا بتتخن؟ قطعة صغيرة منها ممكن تبقى دايت، وقطعة زيادة ممكن تبوظ اليوم كله. النهاردة هقولك بالأرقام، العسلية بالسمسم ولا العسلية بالفول السوداني، أنهي فيهم أعلى سعرات، وقد إيه القطعة الواحدة فعلا، وإزاي تدخل العسلية في نظامك الغذائي من غير ما تزود وزنك. كملي معايا للآخر عشان هتتفاجئي. خلينا نبدأ بالعسلية اللي كلنا بنحبها. لكل 100 جرام من العسلية بالفول السوداني فيها 486 سعر حراري، 7.6 جرام بروتين، 71.2 جرام كربوهيدرات، 19 جرام دهون. يعني أغلب السعرات جاية من الكربوهيدرات والدهون، وده طبيعي لأنها معمولة من سكر ومكسرات. طب للجرام الواحد فيه 4.86 سعر حراري، 7 جرام بروتين، 71 جرام كربوهيدرات، 19 جرام دهون. واحدة كبيرة من العسلية بالفول السوداني وزنها 35 جرام، فيها 170 سعر حراري، 2.7 جرام بروتين، 24.9 جرام كربوهيدرات، 6.6 جرام دهون. قطعة واحدة بس ممكن تكون قريبة من سعرات وجبة خفيفة كاملة. نيجي بقى للعسلية بالسمسم، ودي غالبا ناس كتير فاكرة انها اخف، بس خلينا نشوف الحقيقة. لكل 100 جرام من العسلية بالسمسم فيها 517 سعر حراري، 11.6 جرام بروتين، 50.3 جرام كربوهيدرات، 33.3 جرام دهون. الدهون هنا أعلى بسبب السمسم، وده اللي رافع السعرات. الجرام الواحد من العسلية بالسمسم فيها 5.17 سعر حراري، 11 جرام بروتين، 50 جرام كربوهيدرات، 33 جرام دهون. يعني العسلية بالسمسم أعلى في السعرات من العسلية بالفول السوداني. واحدة صغيرة من العسلية بالسمسم وزنها 13 جرام، فيها 67 سعر حراري، 1.5 جرام بروتين، 6.5 جرام كربوهيدرات، 4.3 جرام دهون. واحدة عسلية كبيرة بالسمسم وزنها حوالي 37 جرام، فيها 191 سعر حراري، 4.3 جرام بروتين، 18.6 جرام كربوهيدرات، 12.3 جرام دهون. يعني واحدة عسلية كبيرة بالسمسم سعرات عالية جدا وانتي مش واخدة بالك. طيب اي واحدة فيهم احسن في الدايت؟ العسلية بالفول السوداني سعراتها اقل شوية وكربوهيدراتها اعلى. طب والعسلية بالسمسم سعراتها اعلى ودهونها اعلى. الاتنين مش وحشين، الوحش هو الكمية. طيب ازاي ناكل العسلية من غير ما نتخن؟ ركزي معايا في النقطة دي لانها اهم حاجة. ما تاكليهاش من غير وزن، يعني مش حتة وخلاص، لا نعرف وزنها. اختاري قطعة صغيرة يعني قد صباع ايدك، دخليها بدل حاجة تانية، يعني لو كلتيها قللي سكر او نشويات في نفس اليوم. افضل وقت ليها بعد الاكل او بعد التمرين، مش على معدة فاضية. مش كل يوم، يعني مرة او مرتين في الاسبوع كفاية جدا. العسلية مش عدو الدايت، بس المهم الكمية، يا تتحكمي فيها يا هي تتحكم في ميزانك. لو حابة تعرفي سعرات اي اكلة تانية او تعملي نظام غذائي من غير حرمان، اكتبيلي في الكومنتات. وما تنسيش تعملي لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد، واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.